عبر الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان رسمي عن امتنانه وتقديره لسفير الجزائر في داكار رضا نبايس عقب الزيارة التي قام بها إلى مقر الاتحاد. وأوضح البيان أن هذه الزيارة شكلت مناسبة لتجديد الشكر للشعب الجزائري على دعمه وتضامنه، خاصة خلال تتويج المنتخب السنغالي بلقب قاري تاريخي يوم 18 من يناير لسنة 2025 في العاصمة المغربية الرباط. كما أشاد الاتحاد بالمبادرات التي طرحها السفير الجزائري، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين في مجال كرة القدم. وأكد الاتحاد السنغالي استعداده للعمل بشكل وثيق مع نظيره الجزائري من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية وترسيخ علاقات الأخوة والتعاون بين السنغال والجزائر. وقد سبق أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اعتماد خسارة المنتخب السنغالي بنتيجة 3-0 أمام نظيره المغربي في نهائي كأس إفريقيا 2025، مانحا اللقب للمنتخب المغربي، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكانت لجنة الانضباط التابعة للكاف قد رفضت في وقت سابق طعن المغرب بخصوص أحداث المباراة النهائية، قبل أن تتقدم الجامعة المغربية باستئناف ضد القرار. وفي بيان لاحق، أوضح الاتحاد الإفريقي أن سلوك المنتخب السنغالي خالف لوائح البطولة، خاصة المادتين 82 و 84، ليتم اعتباره خاسرا وفقا للقوانين المعمول بها. وجاء في بيان الكاف: بناء على ذلك، قررت اللجنة قبول الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي، مع إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق. كما تقرر اعتبار الاتحاد السنغالي مخالفا للوائح البطولة، وإعلان منتخب السنغال خاسرا للمباراة إداريا، مع اعتماد نتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي. وكان المنتخب السنغالي قد توج باللقب في البداية عقب فوزه في النهائي بهدف دون رد، في مباراة شهدت توقفا طويلا بعدما هدد لاعب أسود التيرانغا بالانسحاب إثر احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب. وعلى خلفية هذه الأحداث، تقدم الجانب المغربي باستئناف رفض في مرحلة أولى من طرف لجنة الانضباط، قبل أن تقبل به لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.